السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم أخوكم علي البغدادي من قناة علي البغدادي. طبعا أول شي أحب أشكر أول ألف مشترك بهاي القناة اللي هي قناة علي البغدادي الجديدة. طبعا أنا البارحة سويت هذا القناة، البارحة فتحتها واليوم لقيت تقريبا 1250 مشترك. طبعا أحب أشكر جميع من اشترك بهذا القناة، وأحب أشكر هذا الدعم الحلو اللي بذلتوه. طبعا بمناسبة وصولي إلى 100 كي بحسابي بالانستغرام. طبعا سويت لكم برنامج، طبعا طورت هذا البرنامج اللي هو اسمه عرب فولو. طبعا هو بالأصل برنامج انستا فولو، طبعا عدلت عليه وسويت لكم تعديلات تفيدكم ان شاء الله. وقسما بالله تعبني خلال يوم كامل، يلا فكيت التشفير مالته وعدلت عليه من جميع النواحي. طبعا من الناحية الأولى التصميم، وكذلك الأيقونات، وكذلك اللغة صار باللغة العربية، وكذلك من ناحية أي تغيير جذري 100%. كذلك من ناحية الفيرجن الإصدار، وكذلك من ناحية السبيد السرعة مال سرعة البرنامج، وكذلك من حيث ظهور حسابك بالبرنامج، من ناحية إرسال المتابعين، وكذلك من ناحية الحماية سكيورتي، وكذلك من ناحية الملاحظات. وجميع هذه التعديلات إن شاء الله راح تعجبكم، والنسخة شغالة قبل ما أنزلها وأطرحها لكم، جربتها 100%. طبعا أول شيء ندخل على البرنامج. طبعا هذه الواجهة البرنامج، وهذه الأيقونة. طبعا اسم البرنامج عرب فولو، وطبعا حطيت لكم أيقونة الوطن العربي، مدشمل جميع الوطن العربي إن شاء الله. فندخل على البرنامج. طبعا هذه واجهة البرنامج أول ما تنفتح. طيب هنا تظهر عندك هذه الصفحة. طبعا جميع الملاحظات والأشياء اللي تحتاجوها تكون باللغة العربية. طبعا هنا قايل لك أهلا وسهلا بكم في برنامج عرب فولو، وربي ترى خوش برنامج، بس أنصحك نصيحة من تجمع النقاط لا تلطش، ترى ينحضر حسابك الوهمي وتروح عليك النقاط. وتحياتي. بمعنى النقاط من تجمع أنت أي بالحساب الوهمي، يعني جمعت عدد من النقاط، لا تظل تجمع ولا تنحضر، وبعدين من تنحضر ما راح تقدر ترسل النقاط إلى حسابك الأساسي. طبعا هذا الخيار هنا أنا كتبت لك ادخل حساب انستغرام وهمي، عمود اللي ما يعرف ليه يدخل حسابه الأساسي. هو كتبت لك على ذني اطلاع، هذا اني مالك دخل به. طيب بعد ما تضغط على ادخل حساب انستغرام وهمي، يطلع لك هنا عدة ملاحظات. طبعا هنا كتبت لك ملاحظات من قبل المطور علي البغدادي. أول شيء انسخ البرنامج إلى عدة نسخ. ثاني شيء سوي حسابات وهمية. ثالث شيء ادخل في كل نسخة حساب مختلف. رابع شيء عندك اربط الحساب الوهمي برقم او بفيسبوك. طبعا هذا الخيار انا حطيت لك اياه بالملاحظات على مود تفهم بان انت كل ما تربط الحساب الوهمي بفيسبوك او تربطه برقم هاتف، انت راح تقدر تجمع نقاط اكثر. خامس شيء اضغط على التجميع التلقائي. وسادسا جمع عدد معقول من النقاط. والملاحظة السابعة رشق حسابك الاساسي. والملاحظة الثامنة كاتب لك كافي لا تلح هواي ملاحظات، ترى صار هواي. طيب بعد ما تضغط على موافق يقول لك هنا انتظر لحظات بعد قلبي انت. طيب راح تنتظر ينفتح عندك خانة اللي تحط بيها اليوزر والباسورد. طيب هنا تحط اليوزر، مثلا هذا اليوزر، هنا انا ححط الباسورد، ثم اضغط على لوج ان. طيب بعد ما حطيت اليوزر وضغطت على لوج ان راح ينفتح عندك هذا الخيار. هنا ايش يقول لك هل انت عضو بالتليجرام فاخبرنا. طيب تقول له انا عضو او ليس انا او ما عليك انت. طبعا هذا خيار ما عليك انت، انا حطيت. فانت شو تسوي؟ تقول له ما عليك انت شو عليك، انا عضو مو عضو ما لك دخل حبيبي. طيب بعد ما ضغطت على هذا الخيار طبعا ظهر عندك هذه الواجهة. مثل ما تشوفون الواجهة باللغة العربية، وجميع الأيقونات مختلفة، والشكل والتصميم وبشكل واضح جدا. طبعا عندك هنا خيار تجميع النقاط، هنا طلب المتابعين وشراء النقاط ونقل النقاط والتفاصيل. طيب انت تجي تضغط على تجميع النقاط،
بعد ما تضغط على تجميع النقاط مثل ما تلاحظون تطلع لك هذا الخيار كلها، تدوس عليه موافق. طبعا مثل ما تشوفون الخيارات باللغة العربية، مثل ما تشوفون هنا التجميع يدوي، وهنا التالي، وهنا تجميع تلقائي. مثل ما تشوفون عندنا هنا خيار النقاط، وعندك هنا خيار اظهار الصورة والاعدادات. مثلا انت تجي شو تسوي؟ تجي تضغط على التجميع التلقائي. بعد ما تضغط على التجميع التلقائي راح يبدي يجمع. اذا اردت يجمع بشكل اسرع وبحيث من ناحيه الانترنت، طبعا انا رفعت السرعه مالته من السبيد، هم كانوا حاطيه 86%، رفعته الى 99%. وكذلك السكيور مالته رفعته من 0.7 الى 0.12، فلذلك تم التعديل عليه جذريا للبرنامج وبشكل ان شاء الله يكون مفيد. طيب عندك هذا الخيار مثل ما تشوفون، اذا تضغط على اغلاق الصورة راح تنغلق عندك الصورة، وبهذه الحالة يقدر يجمع البرنامج بشكل اسرع. فانت شو تسوي؟ تضغط على هذا الخيار وتضغط على التجميع التلقائي. فهسه انا راح اضغط على التجميع التلقائي. مثل ما تشوفون هنا هسه هو بدأ يجمع النقاط، مثل ما تشوفون هاي 174، مثل اذا تلاحظون هنا حيصير ايش قد 175. مثل ما تلاحظون حيشوف البرنامج حيصير التجميع مالته بشكل اسرع، على الرغم من ان عندي الانترنت ضعيف. طبعا هنا كان الخيار ظهر عندك خيار ايقاف التجميع التلقائي، تضغط على توقف اذا حبيت توقف التجميع التلقائي. مثل ما نشوف هسه انا حضغط على خيار التجميع التلقائي. طيب عندك بعد تجميع النقاط تجي تضغط على هذا الخيار مثل ما تشوفون بالاسفل، طلب المتابعين. بعد ما تضغط على طلب المتابعين راح يظهر عندك هذا الخيار. طيب هذا الخيار يظهر عندك طبعا هنا الاعداد اللي انت مثلا اذا كان عندك عدد معين من النقاط، فهنا تطلب اي عدد او عدد المتابعين اللي تريدها بناء على عدد النقاط اللي عندك. طيب طبعا هذه النسخة الحد الادنى لطلب المتابعين هو 100 متابع، اذا الحد الادنى لتجميع النقاط لازم تجمع 190 نقطة. يلا تقدر تطلب 100 متابع. طيب عندك هذا الخيار مثل ما تشوفون التحديث. هسه انا عندي 178 نقطة. طبعا قبل ما اوقف الفيديو ونوصلها الى 190، فخل اشوفكم انا شلون جربت البرنامج وتم التعديل عليه بشكل بحيث اطرحها لكم باليوتيوب. طبعا ضغطت على هاي مثل ما تشوفون هاي التفاصيل. طيب مثل ما تشوفون عندك هذا الخيار بالاسفل يبين لك عدد النقاط عدد المتابعين اللي انت طلبتهم. طبعا انا طلبت 100 متابع، اجوني من هذول ال 100 متابع 102 متابع. وهسه اروح على الحساب. طبعا هذا الحساب مثل ما تشوفون امامكم مثل ما تشوفون ب 107 متابع. طبعا هم بالاصل اجوني 102 متابع من خلال البرنامج، اما المتبقي الخمس متابعين طبعا هم ردوا الفولو. طيب الملاحظة الأخرى طبعا أنت لازم تضغط على هذا الخيار مثل ما تشوفوا بالأعلى. طبعا بعد ما جمعت النقاط طيب تريد ترسل إلى حسابك الأساسي، تضغط على هذا الخيار. طبعا مثل ما تشوفون هذني الخيارات اللي عليهن باللون الأسود، أنا اللي عدلت عليهن وميزت لكم إياهن من بين بقية الخيارات، لأن هن فقط هذني اللي أنت تستفاد من عندهن من هذا البرنامج. عندك هنا خيار تبديل حساب الانستغرام أصبح باللغة العربية، وعندك هنا خيار البحث عن الحساب، وعندك الخروج من الحساب فقط، وعندك هنا الخروج من البرنامج بالكامل. طيب هنا إذا أنت ردت تبدل الحساب وتضيف بعد حساب وهمي آخر، تضغط على هذا الخيار راح يظهر عندك هذا الحساب اللي أنت حاطه حاليا وجاي تجمع به، وعندك هذا الخيار تضغط عليه إضافة حساب جديد، تضيف حساب آخر غير هذاك الحساب اللي كنا ضايفه. طيب طبعا خلينا نرجع ندخل البرنامج. طيب عندك البحث عن الحساب. طبعا بعد ما جمعت عدد معين، الله يبارك فيك حبيبي، هذا شخص يراسلني. طبعا بعد ما جمعت النقاط تضغط على البحث عن حساب الانستغرام. طبعا عفوا بس خل اضغط على هذا الخيار عمود يتفعل. طيب عندك هنا تضغط على لازم اطلع وارجع ادخل. تظهر عندي الخيار مال البحث. طبعا بعد ما جمعت عدد من النقاط، طبعا عفوا الشرح شوية حيطول عذرا.
لكن على مود الكل توصل له الفكرة. طبعا هنا تبحث البحث عن الحساب بعد ما جمعت عدد معين من النقاط، تضغط على هذا الخيار، تكتب الحساب اللي انت تريده، مثلا اللي هو مثلا حسابي بالانستغرام اللي هو مثلا 6JQ، بس اضغط على البحث. بعد ما تضغط على البحث هيطلع عندك هذا الحساب، تجي تضغط على الحساب. بعد ما تضغط على الحساب تجي تنطي العدد المتابعين اللي انت تريد تدزهم للحساب، وقلنا اقل عدد اللي هو 100 فولو، اللي هو لازم عندك 190 نقطة. طيب طبعا عندك هذني شرحناهن. طيب عندك ماكو شيء اتوقع. عندك هنا نقل النقاط، والكل تعرف طبعا انت ما حاجه تنقل النقاط، لان تقدر بهذا البرنامج تستخدم حسابات وهميه وترسلها مباشره الى حسابك الاساسي. طبعا الاصدار صار 9.9 مال هذا الاصدار، حتى لو يتحدث من متجر بازر ما راح يتحدث عندك، لان هذه النسخه من رفعي ومن تطوير اني، فراح تقدر تحتفظ بهذه النسخه الشغاله ان شاء الله. طبعا هذا كل ما كان عندنا اليوم، وطبعا اسمح لاي قناه باليوتيوب تنشر هذا البرنامج بدون ما تاخذ اذن من عندي نهائيا. خلي الجميع تستفاد من هذه النسخه الشغاله والمطوره من قبل شخص عربي عراقي. فاتمنى تضغط لايك وتقدر التعب اللي اني تعبته، واكيد انتم ما راح تقصرون، وتعليق حلو من عندك. فكان وياكم اخوكم علي البغدادي من قناه علي البغدادي. تحياتي لكم.